كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي، وصلي على الحبايب قلبك يطيب. خشي يا حبيبتي انت وهي اتفرجوا على الحلقة، ولو عجبتكم قولوا لي رأيكم في التعليقات، واعملوا لنا كمان تعليقات كتير ولايكات كتير، واشتركوا كمان في القناة. وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. ويلا بينا بقى نبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة، بس قبل أي حاجة صلي على النبي. اللي انت عايز تسميه قولولي بقى يا طاري، الفكرة اللي أنا قلتها دي الوفاق حلوة وتطبقها ولا لا؟ وما تنسوش تصلوا على النبي وتقولوا لي رأيكم كده في كومنت حلو عشان تفرحني، وكمان اعملوا لي لايك واشتراك. بحبكم يا أحلى متابعين في الدنيا، واستنوني بقى كل يوم. ايه يا مهنية عاملة ايه النهاردة يا حبيبتي؟ بالله تعبانة قوي يم، ده انا معرفتش انام طول الليل. قلت اما اطلع اقعد هني دماغي هتنفجر من الوجع. حول الله يا رب. طب نبعد نجيب لك دكتور يا بنت ولا نعمل ايه؟ لا يما مش مستاهله والله، لما البت هانم تصحى ابعتها تجيب لي يعني برشام الصداع دي ولا حاجه. طب رجلك عامله ايه النهارده؟ لسه بتوجعك يا بنت ولا ايه؟ ده انا مش قادره اقف عليها يما، بس لو عايزاني يعني اعمل لك حاجه او دي ممكن اعملها لك. وانا قاعده عايزه حاجه مني؟ ما انا هخلي جمالات تعمل الواكل وتروق الدار، بس انت عارفه ما بتعرفش تخبز، فانا عايزاكي يعني تخبزي حبه خبزك دي وانت قاعده. حاضر يما حاضر، اللي بدك اياه هعمله. ماشي يا حبيبتي، حضر لك الخير. يا صفيه يا صفيه يا صفيه، لسه ما صحيتش ولا ايه؟ مش عارفه يما والله، انا قاعده هني من بدري ما شفتش حد. يا بنتي يا صفيه، صباح الخير ياما، رايقه ولا ايه؟ رايقه والحمد لله. بس ايه يا بنتي دي كل ده نوم ياما؟ ده انا قاعده اتقلب في السرير طول الليل مش عارفه انا. خير يا بنتي مالك انت كمان؟ ما هي العيله ما شاء الله رشقت في العيله كليتها. ايه من تاني تعبان ياما؟ تكونش تعبانه ياما ولا فيكي حاجه ولا ايه؟ ابعت اجيب لك الدكتور ولا حاجه؟ لا يا بنت انا كويس، دي ام هنيه هي اللي تعبان. مالك يا ام هنيه انت كمان؟ هو في ايه في الدار دي؟ ما فيش حاجه يا صفيه، دماغي وجعاني شوي، وموضوع رجلي ما انت عارفاها من امبارح. رجلك دي لسه ما خفتش؟ يعني هتخفي من يوم وليله؟ هي سحري يعني ولا ايه؟ قلت يمكن كانت مجزوعه يعني ولفتيها طول الليل بقت كويسه. لا يا صفيه والله تعبانه وعندي صداع وجع دماغي قوي. يا حول الله يا رب. ايه طب استنى، انا عندي مسكن هجيب لك تاخدي حبايه وهتبقي كويس. ماشي يا حبيبتي هاتيلي، اصل المسكن بتاعي خلص. ماشي يا مهني، ما احنا واحد برضه عادي يعني، اللي حدايا حداكي واللي حداكي حدايا. استني ثانيه واحده اجيبهولك. صفيه دي غلبانه وحنينه وقلبها طيب وكبير. مين دي اللي طيبه وحنينه؟ صفيه بنتي، شفت جريت ازاي تجيب لك المسكن؟ ماني عارفه طيبه من يومها، دي جريت تجيب لي المسكن عشان اعمل الوكل وما خليهاش هي تعمل. على طريق دي ظلمه يا مهنيه والله. ايوه فعلا انا ظلماها، ده انا ظالمه قوي. استني بس عليه وانا اوريك. والله يا مهنيه دورت عليه مش لاقياه. استني انا رايحه اودي العيال حضانه وهجيب. خلاص يا صفيه مش مهم، البت هانم لما تصحى ابعتها تجي. لا انا رايحه اودي العيال حضانه وهجيب لك معايا ما تخافيش. عايزين حاجه من بره اجيبها لكم معايا؟ اتي معاكي حزمتين سبانخ، واتي كمان 2 كيلو قوطي، وايه تاني؟ عايزه ايه تاني يا ام هنيه؟ وباصل برضه عشان خلصان. ماشي ياما ماشي، عن اذنكم بقى. يلا يا بنت يلا اتاخرنا. ربنا يكرمك يا بنتي يا رب وتروحي على دارك بخير. انا مش عارفه ايه اخرتها الموضوع دي. هتروح ياما يعني هتروح فين يعني؟ ربنا يهديها صفيه، اصل دماغها وحش. انت هتقولي لي عليه ما انا عارفاها. يا جمالات احنا هنفضل نايمين طول اليوم ولا ايه يا بنت؟ ما تسيبيها ياما قاعده جنب البيت. لا يا اختي تجيب لنا البيت وتغور في 60 داهيه تعمل لنا الواكل. انت يا بنت يا جمالات مش بكلمك يا بنت. ايوه ياما ايوه، كنت برضع البيت، واللي بيرضع البيت دي مش بيرد على الخالق. لا والله ياما انا لو كنت سمعت كنت رديت عليك، مش هرد عليك ليه يعني؟ مش عارفه حاساكي يا بنتك دي لجيمه وبتلجمي عليا. بالله ابدا ياما هرجم عليكي ليه؟ طب يلا حضري لنا فطور، وام هنيه هتقوم ودارنا والنبي وش كده في حاجه، او حط لنا يعني حط عليه مرهم ولا حاجه عشان يخيف. مشينا متشرحه كده ليه؟ يعني انا كنت اتشرحت كده لحالي يما؟ مش انتوا اللي ضاربيني ومكسرين عظمي؟ ومش انت اللي قليلة الجدب وكدابه ونصابه؟ لا يا حبيبتي لو هتفتح هنفتح لك يا حبيبتي، ده انت عملتي فينا العيبر ومستحملينك عشان سعيد وعشان خاطر الوليه القاعده دي وعشان بنتك. ما تعيش لناش في الدار، فهماني يا حبيبتي ولا لا؟ ويلا اتجري يلا على المطبخ بخلقتك اللي تسد النفس دي غوري.
ماشي يم، ماشي. بقول لك يم، ما تبقيش تكلمها كده، حرام يعني حرام، ما تفضليش تهيني فيها في الرايحة والجاي. ده انا عايزة اجيبها تحت رجلي، اكلمها ازاي دي؟ تعبت منها يا مهني، ومن كدبيه ومن لقميه، وعارفة طول ما هي قاعدة دي اكيد بتعمل لنا مصايب. لا يما، دي جمالات طيبة وغلبان، بس هي بس يعني ايه، دمها حامي شوي. دم ايه؟ هو دي عندها دم؟ دي ولا عندها دم ولا بتحس. اسكتي يا مهنية اسكتي، انت اللي طيبة وغلبان. لا والله يما غلبانة، بس هي مش لاقت الحنية منين. قلت لك اسكتي يا ام هني، بتفجعي مراتك يخرب بيتك، ده انت اللي غلبانه يا بنت وطيبي. والله يمكن يما يكون معاكي حاج. صباح الخير، عاملين ايه يا جماعه؟ صباح النور يا اختي، ناموسة الكحل يما. صباح النور يا بيت، انت لسه فاكره تصحي يخرب بيتكي؟ عامله زي ايه؟ زي مين يا ست؟ زي البلوه المسيحه اللي عندنا جو. يومك بسنه يا بيت. بقولك يعني يا حبيبتي، روحي البسي دي عشان عايزاكي تروحي تجيبي لي دواء من الصيدليه. يما على الصبح دي، ده انا لسه صاحيه وتعبانه، انا حتى ما حطيتش حاجه في بوق لحد ما نحضر الفطور يا بنت، تكوني جبتيهم وجيتي وقتلنا معاكي كمان فطور. اوف اوف، ماشي يما ماشي، هروح اغير. شايفه البيت؟ شايفه البيت؟ البنت ما تربتش ربع ساعه على بعضها. انت يا اختي ولا عارفه تربي ولا عارفه تنيلي، غلبانه وطيبه مش عارفه طالعه لمين. كانت خير. اني بلوه مسيحه. ماشي ماشي، أنا هوريكي الدور باجة جه عليك يا ولية يا كبيرة يا مسنة انت. مش عارفة ارد ولا عارفة اتكلم، وتقول لي خب وشكي. اخب وشي ليه وانا مستخبية من حاجة؟ ما اللي فيا دي منك لله، دي عاملة زي المرزب، بس أنا ما بسيبش حقي وهوريكي. أنا مش مهنية. ايوه، هو الحل في الازازة دي. ماشي ماشي يا ولية، لو ما خليتك كل 10 دقايق تجري على الحمام. ماشي. اي اكيد هتاخد الدوري، فانا احطها لها في كوبايه المي. ده دي جمالات اللي محدش يقدر عليه. ماشي، ادي كوبايه المي، احط فيها حبه والموضوع يدي يبقى تمام. ايوه كده، ومحدش شاف حاجه، وبس كده. ماشي يما ماشي. انت رحتي فين يما؟ انا رحت لك عند ام هنيه مش لقيتك، قالت لي راحت تصلي في الاوضه الثانيه. ايوه يا بيتو، عايزه مني ايه؟ انا مش قلت لك حضري الفطور؟ ايوه يما، بس قلت اجيب لك كوبايه الميه اللي بتشربيها على الريق دي، اللي مع الدواء يعني. صحيح، ده انا نسيت. هات يا بيت هات، كتر خيرك. بالهاني والشيفي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خدي يا بنت خدي، بالهنا والشفا يما، بالهنا والشفا. بحب اجي احضر الفطور لحد ما اصلي واجيلكم. ماشي يما ماشي، عن اذن. الحمد لله خلصتها كليه. مش هتلحق تصلي، هتقوم تجري على الحمام، بس تستاهلي والله. اذا اقوم البس بقى عشان اقوم اصلي. ايدي، انا بطني عماله توجعني كده ليه؟ ده انا لسه ملحقتش اعمل حاجه، شكلي هنقض وضوئي ولا ايه؟ يا بطني يا بطني. استنى ما اقوم اخش الحمام، اقوم اخش بسرعه. ايدي ده حاسه اني هعمل على روحي. اجي بسرعه يا فيروز، قوم اجي يا فيروز. ده انا حضرت لك الازازه كلها، تستاهلي عشان تعرفي تشتمي في مين وبتغلطي في مين. الدور جاي على مين تاني؟ على صفيه بقى. واحد نقض وضوءه، اما اتوضى بقى. بس يا ترى ليه بطني وجعتني بالطريقه دي؟ ما انا كويسه من امبارح وما اكلتش حاجه من امبارح يعني. مش عارفه، يمكن خدتي برد يا فيروز ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اهدي، ده انا بطني وجعتني تاني. اهدي، هو انا هبقى في الحمام النهارده ولا ايه؟ نهاري مش فايت. انا عايزه اصلي. لا مش مستحمله. انتوا قاعدين تتفرجوا على انتوا كمان، ما تمشوا. يا حاجه، انت فين يا حاج؟ انا هنا يا حسنين في الحمام مستنى جيال. يا الولية دي ما بتطلعش من الحمام، في ايه يا مسهل الحال؟ ايوه يا حاج، ايوه. مالك اول ما دخلت قعدتك دي؟ مالك تعبانه ولا حاجه؟ بطني بتوجعني قوي يا حاج، بطني بتوجعني ومش عارفه من ايه. خير، انت كنت عايزني في حاجه شكلك. طب خدي حاجه لبطنك دي ولا حاجه. اما البت هانم راحت اجيب مسكن لام هني، هبقى اخد مين؟ الاستاذ احمد دي كل شويه يقابلني في الشارع ويقول لي عايز ارجع مراتي وعيالي. لما يحترم مراته الجوال شكله خلاص اتشدت ويده. خلاص بقى، عايزين نقعد معاك دي وبقى ونصلح الدنيا. والنبي يا اخوي انا نفسي البت تتصلح وترجع دار، بس هي راسها والف جزمه مش عايزه تروح ولا عايزه تعرفه تاني. لا ما ينفعش، مادام جوزها موجود وكمان محترم وكويس ويعني ما عملش حاجه وحشه ولا شيني، يبقى خلاص تتطلق ليه؟ حرام. عندك حق يا حسن والله،
بس هعمل ايه فيه؟ دي دماغها وحشه قوي. اقعدي معاه وفهميه وقولي يا حبيبتي خربان الدار مش بالسهل، حرام ده انت بينكوا عيال. عندك حق والله. ماشي يا حاج، انا اروح اصلي ان شاء الله وباقي تكون حضرت الفطار. ماشي يا حاج، اتفضل يا حبيبي روح. ايه يم، انا جبت الخضار وحطيته جوا في المطبخ. تعالي يا بنتي تعالي، عايزه اتكلم معاكي شويه. يا حبيبتي خير؟ ايه اللي مزعلك؟ حالك يا بنتي مش عاجبني، طول ما انت قاعده كده تعبانه ويعني خايفه عليك، ويعني انا قاعده في الشارع، ما انا قاعده في دار اخويا هو زي الفول. لا يا صفي، جوزك عمال يلف على الناس وعايز يرجعك يا حبيبتي. يعني هو يزعلني من هني وبعدين يرجع يلف على الناس. بس يا صفي ده لما اتجوز عليكي ما عملتش دي في ايه يا حبيبتي؟ ما هو دي بقى يما هجيب مع دي دلوقتي، وانا فتحت خلاص، ما بقتش عاميه زي زمان، وعرفت كمان مصلحتي مش معاه ولا هو رام. يا بنتي لا، الدنيا ما بتتحسبش دي، حرام. ما دام الرجل يعني شريكي وكويس وما بيزعلكش ولا بيعمل حاجه خلاص. في ما بيزعلنيش ما هو مزعلني هو عشان خاطر ومغضبني بقالي بتاع شهر. ايه هي كدابه، ده انت ما كملتش كام يوم. لا يما كام يوم ايه، ده انت ما بتعرفيش تعدي، ده انا داخله في 7 ولا 3. مش مشكله، الراجل من اول 7 وهو عمال يلف حواليك. انت يا اختي اللي مدياله العال، اديله العال يما ما ادوهوش ليه؟ اللي يعلي من روحه الناس تعليه، واللي يوطي من روحه ويستقليه الناس تستقله. عندك حق يا بنت، بس مش جو كده، يعني مش جامد عشان الراجل ما يدفش. انا كده مش عاوزاه. اذنك بقى يما عشان تعبانه، حسيت نفسي دايخه كده وتعبانه وانا في السوق. قوم ارتاح شويه لحد ما يحضر الفطور، والنبي ما عايزاك تفتحي معايا السيره دي تاني. يا بنت انت كمان، ده انا بطني عماله تتقط. ليه كلتي حاجه شنو ولا حاجه يما؟ طب خدي مسكن من ام هني، ما لما البت اللي اسمها هني دي تيجي. ماشي يما، انا هقوم اريح عشان دايخه كده وتعبان. عن اذنك معاك يا بنتي، اذنك معاك، ربنا يصلح لك حالك يا رب. اهدي بطني بقت توجعني تاني، اما قوم اتمشي في الحمام. وانت هتفضل كده لحد امتى يا سعيد؟ عايز تفطر الروح؟ مش طايق حد يا ام هني، مش طايق حد ولا عايز اشوف حد، وبعدين البومه دي هلاقيها قاعده عليه على الفطار وانا مش عايز اشوفها. خلاص يا سعيد بقى، طب امك ذنبها ايه واخواتك والحاج حسنين؟ ما ذنبهمش حاجه، بس انا عايزه شويه كده افضل قاعد لحالي لاني تعبان. مالك يا اخوي؟ قفل الشر عليك. لا تعبان ومخنوق ومش عايز اخرج في وسط حد. ليه يا سعيد يعني؟ ما ربنا ان شاء الله يكرمك اهو. الصدمه كانت وحشه يا ام هني، الصدمه كانت وحشه. الواحد بعد ما تعشم راحت نزل على قدر رقبته، ولا عاش ولا كان يا اخويا ينزيله. حته واحده ملهاش لازمه تعمل كل ده فيه. معلش يا سعيد، معلش ما تزعلش روحك يا حبيبي. ما تزعلش روحي، ما روحي خلاص زعلت من زمان، اول ما عرفت ان هي جابت بيتي مش جابت ورا. خلاص يا سعيد بقى، اكيد ان شاء الله ربنا هيكرمك، ما تقطعش قلبي عليك، انا تعبانه الروح. قولي لي بصحيح، رجلك عملت ايه؟ لسه وجعاكي؟ رجلي ودماغي، حاسه اني مش قادره منه. قلت اما اقوم احضر لك الفطور دي وانا بزحف والله، عشان مش عايزه حد يحضر لك غير. حضر لك الخير يا حبيبتي يا رب، ربنا يخليكي ليا يا ام هنيه ويبارك لي فيكي وفي صحتك. الله يخليك يا حاج، ربنا يكرمك يا رب بالخير دايم. ما تزعلش روحك يا سعيد، انت تستاهل كل خير والله. ربنا يخليكي لي، انت الوحيده اللي بتفرحيني في الزمن دي. ربنا يخليك لي يا اخوي، انا ليا غيرك ولا انت ليك غيري؟ النبي حاسه ان شاء الله ان ربنا هيرزقنا بالولد، والكل اللي حصل دي عشان يعني مش يجيلك الولد من اللي اسمها جبلات دي وتفضل مربوط بيها طول حياتك. انت اللي ربطاني بيه، ما انا قلت لك امشيها من هني واطلقها. خليها قاعده، ما قاعده عشان بنتي. والله يا سعيد اللي صعبان عليا في النص هي البت، يعني معلش يعني جمالات ملهاش لازمه عندك، هي اللي يهمني هي البت الصغيره دي، عايزها تتربى في وسطين، ما تطلعش وحشه زي جمالات. حرام، الدنيا مش متحمله واحده تانية زي جمالات، هنخربها. عندك حق والله، عندك حق. كل يا اخويا كل يا حبيبي واتغذى يلا. تيدي بسم الله يلا. بسم الله. انت مش هتاكلي معايا ولا ايه؟ يا اخوي انا مش قادره اكل، بطني وجعان. انت بطنك ولا دماغك ولا رجليك كده؟ انت كلك تعبان، عايزين نوديك المركز. بالله عايزه اروح، ده تعبانه قوي. بخلص واخدك على المركز ان شاء الله. ماشي يا حاج، كل انت ويجبه. بسم الله الرحمن الرحيم. مين بيخاب؟ وفاق حبيبتي، عامله ايه يا بنت؟ ايه اخبارك؟ اخيرا امك سابتك يا بنت تطلعي. ده اللي طالعه من ورايا هني. تعالي نقعد. قولي لي يا بنت عامله ايه وعامله ايه في موضوعك؟ يعني ايه الجديد؟ انا معرفش حداكي حاجه. موضوع ما يعلم به الا ربنا. النهارده يا بنت لقيته منزل صورته هو وواحده متصورين. معقول بالسرعه دي؟ اللي حق يتعرف على حد يعني وتصور معاه ونزله؟ لا يا بنت
انا مش متصوره الموضوع دي. انا حاسه انه بيكذب عليك، يعني بيعمل كده عشان يهريكي. خدني ليه يعني؟ هو خلاص ما بقاش عايزني، هو يفضل راميني كده زي البيت الواقف ومن غير عيالي، وانا مش عارفه اعمل ايه. انتوا مش رحتوا لاخته؟ ايوه يا اختي روحنا، بس هنعمل ايه يعني بعد ما رحنا؟ يعني اخته هتسلمه لنا؟ حموكش قال الولية الطيبة وقالت انها تكلمه وتخليهم ينزل. هينزل مش هينزل انا عارفه، ولو هينزل فهينزل امه، هو مش هينزل ابدا. هو عارف ان احنا مستنينه هني عشان نكفيشه اصلا. تفتكري يا بيت؟ تفتكري مش هينزل؟ بس انا شايفه بصراحه يا وفاء انك تروحي تعملي محضر عشان تعملي اثبات حاله، عشان لما ينزل كده يكفشوه. مامي بتقولك دي برضه، بس انا ما كنتش عايزه امشيها بمحاكم، كنت عايزه اوشيها ودي يعني عشان بدنا عيال وكدي. ودي ايه بعد اللي عملوا فيكي ده كله وتقولي لي ود؟ والنبي انا لو مكانك كنت طلعت عين. بالله انا لو مكانك كان هيبقى ليا تصرف تاني خالص. كنت هعمل محضر هني اثبات حال، وبعدين هقطع تذكار انا وابويا واخوي، هاخد معايا رجال على قد ما اقدر يعني وماشي، وهروح هناك اعمل محضر كمان. ما انت معاكي الجنسيه يا بيت، بقالك كتير قاعده هناك واخدين اقامه، فهيجوا الحكومه ياخدوه وانتي تاخدي عيالك وتلف وتيج، وهو تسيبيه مرمي في اللي حبسك دي زي الكلب، ويبقى شرطك الوحيد عشان تطلعيه من السجن وتتنازلي عن المحضر انه يطلقك ويديك كل حقوقك. بس معلش يعني انت غبية ما بتفكريش. طب بالله عندك حق، انا هعملك دي، انت عندك حق يا هني. ما انا عماله اقول لك من بدري اطلعي لي يا بنت، انا هديك الحل وهديك الخلاصه، انت اللي غبيه ومش راضيه تطلعي. وانا طبعا مش هقول لك الكلام ده قدام امك، عشان امك هتقول انت بقى خربتي دار البيت وعملتي وسويتي وطلعتي ونزلتي. انت عارفاها ما بتصدق تمسك فيا او تمسك يعني طرف خيط ان انا عملت اي حاجه، ولو حتى الموضوع عجيبها هتقول وحش ويقرف وهنيه خربت دار البيت وعملت وساوت. لا يعني انت ظلمه امي قوي مش كدي، هي صعبه بصراحه بس مش قوي كدي. اسكتي يا وفاء، انت ما تعرفيش حاجه، دمك دي سوت فيا الهوايل طلعت عيني. يا بنت ما كل اللي عملتك دي محمد طلعت عيني، والله كنت بعمل لها كل حاجه، مع اني يا بنتي يا هنيه والله كنت مريضه وتعبانه ولسه بنام، تروح مصحياني اعمل تروح قرفاني، بس هعمل ايه؟ كنت بستحمل وبسكت عشان عيالي، ومره واحده بس قلت لها تعبان، اشوفي بقى حصل فيا ايه. انت تحمدي ربنا ان حموكشه موجود وحموكشه بيجيب لك حاجه، انما انا غلباني. جوزي سمع كلام امي حتى من غير ما يسمعني ورماني برا في الشارع. بصراحه ما تزعليش من جوز كده، جوز جزمه قديمه ومعفنه كمان ومخروم، ده معفن اللي يعمل في مرته كده ام عياله عشان حاجه يعني مش مستاهله، يبقى يستاهل ضرب البولغ ويستاهل كمان اللي قلتلك عليه. بس التذكره غاليه، هقطع علي انا واخوي وابوي، والجري على المحاكم والمحاميين برضو غالي، إلا تدفعيه هني ادفعيه في التذكرة وروحي على هناك واعملي كل اللي انت عايزاه ومن غير ولا محامي. عندك حق يا بيت، عندك حق. وبعدين انت هتاخدي حقك تالت ومتالت، وهتطلبي كمان منه مبلغ محترمك دي يعيشك انت وعيالك، ما انت عايشة معاه في الغربة من زمان وطلع عينكي، والمبلغ ده هيعوضك بقى عن التذكرة اللي انتوا قطعتوها وعملت كل حاجة، وهتاخدي حقك كمان. اكيد مش هتاخدي فرش لان انت فرشك كله في البلد هناك، لا فانت تعملي ايه بقى؟ هتعملي عايزة استبدال عفش، فالاستبدال العفش دي هيديكي من مكانه يعني فلوس، قرب بقى مهرك ومؤخرك وذهبك ونفقتك واللازم منه، هتطلعي عينك دي هتخليه على الحديد عشان يبقى يعرف يستقوى على بنات الناس تاني. يا بنت عندك حق والله، كل كلمة بتقوليها معاكي حق فيه. السلام عليكم. دي حموكشه اهو صحي من النوم، وخدي رأيه في اللي انا بقولهولك. ايه انت وهي قوليلي بتخططوا لايه؟ وعليكم السلام يا اخوي. مرتك يعني قالت لي على خطتك دي وعايزه اخد رايك فيه. هو لسه ما فيش جديد يا بنت في الموضوع بتاع اخته دي؟ مش هتعمل حاجه، انا عارفاها جبانه ومش هتنزل امها يعني واخوها على الفاضي، دي بتراضينا وخلاص. انا يا حموكشي شايفه بصراحه ان انت تاخد اختك وابوك وتاخدوا تذكرتين وتروحوا تركبوا وتروحوا له على هناك، وهناك تعملوا اثبات حاله وشها متدمر وجسمها كمان متكسر، تعملوا اثبات حال، فهتيجي الحكومه تشدوا على هناك على القيس، وانتوا بقى تاخدوا العيال وايه وتهددوه انه لو عايزين يعني تتنازلوا عن المحضر دي ويطلع من السجن يطلقها ويديها كل حقوقها ويديها كمان مبلغ محترم دي تعيش منه، ده حقها هي وعيالها. طب بالله فكرة حلوة، خلاص يا بيت انا هقول لابوك
وان شاء الله اروح اقطع تذكرتين ولين نروح كلية. افتكر يا اخويا يعني حلوة ودي هتجيب لعيالي. بالله ما في احلى من كدي. شاطرة يا بنتي يا هنية والله بما كدي تلف في حريه. يا اخوي بس انتوا لو مش عارفين قيمتي. احنا يا ام محمد يا عسل، ده انت عسل يا بيت. هو انت تقولي حاجة غلط برضو محمد؟ لا انا عايزة اسميه يزن. ايه الزن دي؟ يعني ايه يزن دي؟ ده اسم جميل وكمان موضي. موضي؟ لا انا اسمي على اسم ابوي وبعدين على اسمي كمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اجدي زنكتيني عليه افضل الصلاة والسلام. خلاص يا اخوي وبيسمي اللي انت عايز تسميه. قولولي بقى يا طاري الفكرة اللي انا قلتها دي الوفاق حلوة وتطبقها ولا لا؟ وما تنسوش تصلوا على النبي وتقولوا لي رجيوه كده في كومنت حلو عشان نفرحني، وكمان اعملوا لي لايك واشتراك. بحبكم يا احلى متابعين في الدنيا واستنوني بقى كل يوم.